ازاي بقى بنعمل توسيع القناة العصبية؟ لما بيحصل الضيق ده العيان بيبدأ يشتكي من وجع ومشاكل في الأعصاب، زي ما قلنا ألم، تنميل، خضران، الخضر في الرجل، مسافة المشي بتقل، أحيانا البول يفلت، وللأسف في الدرجات العالية بيحصل ضعف في الرجلين. ازاي بقى بنعمل التوسيع؟ والله في طريقتين. الطريقة الأولانية إن احنا بنخش نشيل جزء اللي هو السباينس بروسيس باللامينا. ده السباينس بروسيس او النتوء الخلفي في الظهر، ودي اللامينا او الصفائح الفقاريه. افتكروا الكلمه دي كويسه او الاسم ده كويس، عشان هنكرره كتير في الفيديوهات اللي جايه. حاجه اسمها الصفائح الفقاريه او اللامينا، لامينيكتومي. خلاص، اللي هو ده مع الجزء ده. فاحنا كده عملنا شباك خلفي في القناه العصبيه، فالاعصاب تقدر تتمدد فيه، وبالتالي الضيق اللي موجود او الخنقه اللي موجوده على العصب تقل. طبعا ده في حالات السنترال ستينوزس، عشان عندنا ستينوزس، الانواع بتاع الستينوزس كتير قوي، بس نتكلم على الاغلب الاعم اللي هو السنترال ستينوزس. خلاص كده. طيب يبقى دي طريقه ان احنا نقدر نشيل السبانس بروسيس او النتوء الخلفي ده اللي هو ده، ونشيل جزء من اللامينا يمين واللامينا شمال على حسب شكوى العيان، فنبقى عملنا شباك خلفي. في طريقه